عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الفيديو متاعنا باش نعملوا وصفة جديدة ان شاء الله باش تعجبكم، لكن قبل هذا حبيت نشارك معكم فرحتي. ايش شانا ايش بحذا ايش هاي 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 رهبت. عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الفيديو متاعنا مختلف ومتميز على الفيديوهات اللي مستانسين تعرفوهم. اليوم هو رسالة شكر المتابعين متاعي من الاول بالكل اللي مسانديني واقفين في ظهري، بالاخص المتابعين الاوفياء اللي كل فيديو لازم يحطوا لي كومنتير، والمتابعين اللي في الخفاء زاده نشكركم برشا. المتابعين الجدد اللي شكرتهم في الفيديو السابق اللي انضافوا لي ودخلوا جدد للقناه، مرحبا بكم، وان شاء الله تشوفوا مني كان كل ما هو طيب، كان ان شاء الله يا ربي الافاده، كان الحاجه اللي تزيد تقدم بكم وتضيف لكم في حياتكم بفضلكم انتوما، بفضل ربي قبل كل شيء، وبفضلكم انتوما القناه متاعنا بدات تكبر، وصلنا ل10,000، اكثر من 10,000 مشترك. ملا نعمل عليكم باش نكبروا القناه متاعنا اكثر واكثر. صدقوني كي وصل يعني النمبر لل10,000 هذا زادني حافز اكثر باش نزيد نقدم لكم حاجات تفيدكم اكثر، ونزيد نقدم بكم القدام، ونزيد نطوروا من المحتوى متاعنا. نحبكم تفرحوا لي على خاطر هي عيلتي انا وياكم اللي كبرت، ونحبكم تكتبوا لي في التعليقات شنوما المواضيع اللي تتمنوني او تحبوني انا نطرحها. راني عندي معناها في برشا مجالات كما تعرفوا، الا انه مجال واحد مازلت ما عملتوش، اللي هو عندي برشا زاده كيفاش نقول خبرات، تجارب في الحياه ملي انا صغيره سبحان الله. تقول عمري 60-70 سنه، من التجارب اللي صارت علي كبيره 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 وتعلمت منها. كانت تحبوا انا نجم نفيدكم بها، فما برشا حاجات نجم نفيدكم بها، فما برشا حاجات اتبعتها ولقيت منها حلول لبعض المشكلات. فما برشا ابتلاءات صارت لي في حياتي، نجم انا نقول لكم حتى كيفاش تتعلم تقرا الرسائل معناها اللي تجيك من عند ربي. اي حاجه انا نامن اي حاجه تصير لك في الدنيا هذه ماهيش صدفه، ما فماش صدفه في الدنيا هذه بالكل. مادام عندنا رب كبير سبحانه يعلم الورقه وقتاش باش تطيح من شجرتها، دونك ما فما حتى حاجه تجيك في الحياه هذه صدفه. اي حاجه تجيك هي رساله، اما باش تعلمك درس، او باش تعلمك كيفاش انت تتصرف، او باش تقويك، او باش ترجعك تنظر لروحك بنظره اخرى غير اللي كنت تنظر فيه. عشان تعمل في الحس حسيلو عندي برشا مواضيع. المهم قولوا لي في التعليقات شنو ما المحتوى اللي تحبوني الاغلبيه نركز فيه، وكان تحبوا هكا كيما توا هي على العموم قناتي مره روتينات مره طبخ، ما لاحظت تحبوا الروتينات اكثر. كي نعمل لكم فيديو نتاع وصفه ما تتفرجوش فيه برشا. نحبكم تشجعوني برشا 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 باللايكات، راهو اللايكات مهمين برشا، حتى بلاش فلوس اللايك يا خويا. كي تتفرج وعجبك الفيديو حط لي لايك، ونحبكم تبارطاجيو القناه، نحبها تكبر، خليني انا نتشجع بيكم. رغم اللي انا نمر هالايامات بظروف صعيبه شويه، قلت لكم يجي الوقت ربما ونعلن عليها، الا انها نعرف انها قاعده تعلم فيا، قاعده نتعلم في برشا حاجات. رد بالك تتصور اللي انت كيف يجيك تحدي ولا يجيك بلغه اخرى ابتلاء قوي مهما كان، انت باش تخرج منه هكاك من غير حتى شيء. لا راك باش تتعلم منه، باش تقف على ساقيك، باش تتقوى اكثر. نتواجعوا صحيح في ابتلاءات معينه، ساعات تجي ابتلاءات صعيبه، اما خلي عندك الايمان بالفكره هذه، ما تخليش عندك ضعف يقين، معناها ضعف يقين في الله، ولا قلة ثقة في الله، ولا تتصور اللي ربي عامل عليك بالعاني، ولا تتصور اللي انت معناها ربي حاطك في مخه. المهم اكيد فما درس، انت جاتك رسائل صغيرة ما فهمتوش، دونك جاتك الرسالة الكبيرة باش انت تتعلموا. هذه هي فرحتي
اللي حبيت نشاركها معاكم، خاطر انا نرى كما قلت لكم اللي هي مش فرحتي وحدي، فرحتنا ببعضنا، خاطر انا قاعده نكبر بيكم ومعاكم. وتوا باش نتعداو للوصفه الجديده متاعنا اللي هي وصفه بان دومي البيتزا، ولا بيتزا توست، بيتزا بان دومي. باش نشوفوها بكل التفاصيل، انا شفتها على تيك توك وباش نجربها معاكم، ولكن النتيجه تنقلها لكم من بعد. صباح النور، صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. باش نحويلكم ان شاء الله تكونوا بالف خير. نحب نوريكم اليوم الطقس البرا مطر. مطر ما شاء الله ما وقفتش من البارح في الليل. نحبكم تعملوا طلة معايا. شوفوا بالله ما شاء الله. اجي نحل لكم الشباك. شوفوا معرفش ظهره ولا لا. هذا هو طقس اليوم. حسيلو هاكم معايا. وبالطبيعة أول حاجة باش نعملوها هي الصوص متاع البيتزا، اللي هي خديت 3 كعبات طماطم كعب، رحيتهم مع راس بصل، وباش نفوحهم ملح وشوية يعني طماطم معجونة مغرفة، نقولوا احنا طماطم معجونة، وباش نحط لها شوية نكتة فلفل أكحل وشوية كركم مش برشا، ونخليها تطيب. ونجمو نزيدوها لحبة كما نجمو نزيدوها الكليل والزعتر. لهنا انتوما ايش تحبوا تحطوا، كل واحد وشنو يحب الريحة اللي يحب يلقاها في البيتزا. دونك ناخذ نفوحوها باش نحطوا الملح، وباش نحطوا شوية فلفل مرحي او فلفل احمر، هذيك نحبها شويه هكا موزوزه، تعطي شويه وزويز هكا شويه حروريه. وباش نحط شويه كركم، هذه هي كيما صوص البيتزا الديري، راه شويه كركم. وباش نحط الفلفل الاكحل اختياري، كان تحب تحط سينو كيما تحب انت. انا باش نحط شويه، باش نحط شويه كليل وزعتر مخلطين هكا نكته، وباش نحط مغرفة طماطم معجونة، وباش نزيد زيت زيتونة ونشعل عليها النار حتى تتقلب بالكدا بالكدا. توا باش نزيدو شوية ماء، تزيد فيها كالصوص هذيك تنحي القروصية متاعها. عنا لهنا بان دومي ولا توست، نحطو بالكعبة بحذا بعضهم هكا. او توا ناخذ نحطو الصوص حضرت معانا. باش نزيدو نحطو جبن مرحي. هنا عندي 4 فروماج كوكتيل، نجمو تعملوا بالموتزاريلا يجيكم معناها حتى خير، معناها اللي نقولوا احنا يتجبد بالكدا. وباش نزيدو طبقة اخرى من بان دومي. وتوا باش نحطوها في الفور على 180 درجة، حكاية حتى يذوب الجبن، حكاية دريجين هكاك. البيتزا متاعنا حضرت، حطيت فوقها التن، وباش نعمل هكا رشة معدنوس هكا سمحة تعطيها منظر أخضر مع الألوان.
كما تشوفوا هكا. وباش نحط فوقها زيادة زيتون. ريحتها تشهي ما نحكي لكمش. باش ناخذ نقص ونورسو. الحقيقة بنينة، ادبارة باهية، ادبارة خفيفة للعشاء، حاجة مختلفة، مش بيتزا اما فما نكهة كالنكهة البنينة متاع البان دومي زادة. دونك علاش لا تستحق التجربة. لكن نصيحة انا عملت بالجبن اللي عندي اللي هو كات فرماج، وتصورت باش يعطيني اك التجبيدة اللي احنا نحبوها متاع البيتزا. دونك انا نعرف شنو السر اللي هو الموتزاريلا العربي. خذوا موتزاريلا عربي واعملوا نفس الوصفة هذية وعينيكم مغمضة. ملا نوصلوا ان شاء الله لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون اعجبكم، ان شاء الله يكون فاتكم. قولكم بسلامة وباي باي.